السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا الفيديو الجديد. تبرع اللاعب المصري محمد صلاح بتانك أكسجين لمستشفى بسيون بعد أزمتي زفتة وحسينية واستغاثة المواطنين لتوفير الأكسجين اللازم لمصابي كورونا. تبرع اللاعب محمد صلاح بتانك أكسجين لمستشفى بسيون. وقال حسن بكر أحد مسؤولي مؤسسة اللاعب الدولي محمد صلاح بقرية نجريع مركز بسيون بمحافظة الغربية أن المؤسسة تقدم خدمات ومساعدات لعدد كبير من الأسر الفقيرة بالقرية منذ إنشاء الجمعية. كما أكد أن الجمعية ساهمت في مكافحة فيروس كورونا ووفرت اللاعب 14 اسطوانة أكسجين لتوزيعها على مصابي كورونا بالمجان، على أن يتم تسليمها مرة أخرى للجمعية لتقوم بإعادة تعبئتها بالأكسجين مرة أخرى لتكون جاهزة لخدمة حالات كورونا. وأودع حسن بكر حجم المساعدات التي قدمها اللاعب الدولي وما قام به من أعمال خيرية سواء بالقرية أو خارجها، حيث قام اللاعب بإنشاء معهد أزهري بالقرية بتكلفة 15 مليون جنيه لتخفيف العبء عن كاهل فتيات القرية من الانتقال إلى القرى المجاورة للذهاب للمعهد. وأشار إلى تبرع اللاعب بتجهيزات لمستشفى بسيون المركزي أبرزها أجهزة طبية وتانك أكسجين للمستشفى، فضلا عن تبرعه ب50 مليون جنيه لمعهد أورام القاهرة بعد الحادث الإرهابي الذي استهدف المعهد. ومن الجدير بالذكر أيضا أن فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة بفارق الأهداف عن الوصيف مانشستر يونايتد. وفي نهاية الفيديو نشكر حضراتكم على حسن الاستماع، ولو عجبك الفيديو اضغط لايك، ولو أول مرة تشوفوا القناة ادعمنا بزر الاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.